النهارده العيد، حبيت اكون اول واحده تقول لكم صباح الخير وكل سنه وانتم طيبين. اتمنى تردوا عليا في تعليق وتقولوا لي وانت طيبه. احب اعرف حضراتكم ان قناتنا مفتوحه 24 ساعه، افلام وقصص قصيره ممتعه من اجلك. اتمنى تعجبكم، ولو اول مره بتفوت هنا اضغط لايك وفعل الجرس واشترك بالقناه. كل يوم قصص جديده مثيره من اجلكم، اتمنى تعجبكم. وقصتنا بتتكلم عن أم حشرية باستمرار حابة تطمن على بنتها، ولكن بطريقة غير عفوية. عايزة دايما تعرف مين اللي بيرن عليها ومين اللي بيكلمها وبنتها بتكلم مين، بس للأسف بنتها طناش ومش عايزة تريحها إطلاقا. ويا عيني الموضوع مسيطر عليها آخر سيطرة. التليفون زي ما يكون بيعاندها، يرن ليل ونهار قدامها، ودي هتموت وتفتحه وتشوف مين اللي بيرن عليها. بس هي عارفة ان بنتها لو هي ردت بنتها هتزعل منها وكمان مش هتسكت لها. والشيطان زي ما يكون ماسك عقلها عمال يوسوس لها افتحي افتحي، شوفي مين اللي بيرن عليها. وهي هتموت وتعمل كده، هتبص لابنها الصغير، ها ايه رأيك هفتحه؟ فهو هيقول لها لا، وبعدين هتقول له لا تيجي نفتحه، فهيقول لها ايوه يلا افتحي. هتيجي تاخده، بس للاسف بنتها هتقفشها ومش هتنهض تفتحه.